في حاجات بسيطة في الجسم بتستهين بيها لحد ما تعمل فينا مصايب، وأشهر مثال على كده الظفر الرئوي. تعالَ أفهّمك الحوار من الأول بيحصل إزاي. لمّا طرف الطفل ده يبدأ يدخل في اللحم اللي حواليه، يبدأ يكون عندنا التهاب واحمرار وألم مهيج وأحيانًا صديد. طب ليه ده بيحصل؟ وبُص، هو في أسباب كتير، بس أشهر سبب واللي الناس كلّها بتغلط فيه إن إحنا بنقص ضوافرنا بشكل غلط. القص الصح اللي أنت المفروض تقص ضفرك بشكل مستقيم. معظم الناس بقى بتعمل إيه؟ بتقص ضوافرها بشكل منحني، فلمّا الضفر ده الطرف الحاد بتاعه يبدأ ينمو، بيبدأ يخش في اللحم اللي حواليه. كمان الكوتش الضيّق بيزوّد المشكلة، بس لو في صديد أو التهاب شديد والعيان مش قادر يمشي على رجله، هنا الدكتور بيقيّم، يا إما هيشيل جزء من الضفر، يا إما هيشيل الضفر كلّه. المهم اللي أنت ما بتحاولش تشيله بنفسك، لإن أنت ممكن تفتح جرح تاني وتسبب عدوى، خاصةً لو أنت مريض سُكّر. كل ده علشان بنقص ضوافرنا غلط. أنا الدكتور محمد العزّاز، وخلّي بالك من صحتك لإنها أغلى حاجة عندك.